السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل بقى الجزء التاني من تفريزات او يعني من الحاجات بتاعه السحور بتاع رمضان. اول حاجه معايا طبعا هنعملها الزبادي، وهنعمل الجبنه القريش، وهنعمل كمان القشطه، وهنعمل السمنه البلدي في البيت باسهل طريقه وارخص حاجه. اول حاجه معايا كيلو لبن مغلي، سبته لما يهدى تماما وسبته يبقى دافي زي دمعه العين عشان نبدا نشتغل بيه. هجيب طبق فيه معلقه سكر صغيره، معلقتين كبار مليانين زبادي او علبه زبادي، واحط عليهم شويه لبن من اللي احنا غليناه وسبناه يهدى تماما. يعني يهدى يبقى زي دافي كده زي دمعه العين، زي الرضعه بتاعه البيبي بالظبط. اخدت منه مغرفه بالشكل دوت، وهبدا اقلب كله كويس او المضرب كده. زي ما انتم شايفين تقدري تحطي اي طعم ايس كريم بودره بالمانجا او بالفراوله مع في الخطوه ديت، وتقلبي كله كويس قوي لو انت عايزاه بالفراوله او بالمانجا، اي فاكهه انت بتحبيها. ايس كريم بودره. حطيت خلاص على اللبن اهوت، اقلب بقى كويس قوي قوي. يبقى بنجيب اللبن، كيلو لبن، نسيبه نغليه الاول، نسيبه لما يهدى تماما يبقى يدفى كده زي دمعة العين. تحط صباعك فيه يبقى دافي، تبداي تشتغلي بيه نفس الخطوات كده بالظبط. هقلب بقى كله كويس قوي كده بالشكل دوت، وابدا احط في الكوبايات على طول. في طريقتين اسهل من بعض تقدري تعمليهم طبعا عشان الزبادي يخمر معاكي على طول. اول طريقه ممكن تحطي ميه مغليه في قلب الصينيه وتغطي عليه لو هو على الرخامه كده متحركوش خالص لمده 6 ساعات 7 ساعات بيطلع معاكي زبادي. تاني طريقه تقدري تسخني الفرن ربع ساعه وتطفي عليه. سخني الفرن ربع ساعه اهم حاجه، وتطفي عليه وتغطيه برده بفوطه وتدخلي الفرن على طول 8 ساعات 6 ساعات بيطلع معاكي زبادي حلو قوي قوي. وتدخليه التلاجة طبعا نص ساعه ساعه وتاكلوه على طول. بصوا بقى، حجم الكوبايه كبير مش صغير، يعني الكميه ديت عامله لي 6 بالظبط كوبايات. وطبعا اكبر من اللي انتوا بتجيبوها من بره، اللي بره بالظبط فيها معلقتين كبار، وغليت وبقت ب4 جنيه يعني، وما بتعملش اي حاجه خالص. فانت اعمليها في البيت ارخص بكتير. كده الزبادي خلاص. هنبدا بقى نعمل الجبنه القريش. جبنه الطاجن دوت احسن حاجه تعملي الجبنه القريش في البيت، في الطاجن الفخار دوت. تقدري طبعا تعمليها في اي حله، بس يفضل الطاجن الفخار دوت بيبقى طعمها حلو جدا فيه. انا جايبه 2 كيلو لبن. اللبن دوت طبعا من الزريبه، بيبقى اللبن بتاعه الزريبه طبعا بيبقى تقيل وحلو وبيبقى رخيص. كان الكيلو عامل 20 جنيه، فبيبقى طبعا حلو جدا جدا وبيعمل قشطه كده من على الوش رهيبه. لو اي مصدر تاني طبعا موثوق منه بيبيع لبن كويس، انت بتجربي منه يعني اللبن ويطلع حلو، هاتي منه على طول. دول 2 كيلو لبن. هبدأ على طول اسخن الفرن ربع ساعة واغطي وادخل الفرن على طول وهو سخن مسبقا ربع ساعة. لازم تطفي الفرن بعد ربع ساعة وتدخليها الفرن. خلاص اهي قعدت معايا بالظبط يومين في قلب الفرن كده وانا مغطيه عليه، ما هزيتهوش ولا جيت ناحيته خالص. دخلته التلاجة ساعتين بالظبط، عمل لي طبقه القشطه الرهيبه دي. طلع حوالي ربع كيلو قشطه يعني. ببدا اشيلها كده بالمعلقه على طول. واللي تحت ده بقى الجبنه القريش بتاعتنا بقى. ما اقولكوش كانت حلوه قد ايه. دي القشطه اهيت. تقدري طبعا بقى تجيبي حصيره او اي شاشه عندك نظيفه تبداي تحطي فيها الجبنه ديت. انا عندي طبعا حصيره بحب اعمل فيها قوي الجبنه القريش. الحصيره دي متوفره في الاسواق يعني، ورخيصه مش غاليه خالص، في حدود 15 جنيه 20 جنيه في الحدود ديت. وبتطلع لك الشكل بتاع الجبنه القريش، وبتطلع لك كمان الجبنه القريش حلوه قوي قوي. نزلنا بكميه الجبنه بالشكل ديت اهو. ده خلي بالكم دول 2 كيلو لبن بس يعني، بيطلع كميه حلوه جدا. وببدا بقى اصفيه كويس قوي كده، بيقعد له حوالي يعني من بالليل بالظبط لتاني يوم تبص تلاقي الجبنه معاكي بقت ماسكه نفسها وبقت حلوه قوي. بس بديها ايه، شويه ملح كده حلوين. بقفل بالراحه خالص بقى كده. يعني الحصيره دي بقى لها سنه عندي، بس بصراحه يعني خلاص جابت اجلها. المفروض بقى اجيب واحده تاني ان شاء الله. ما عندكيش يبقى الشاشه نضيفه، هتعملي نفس الخطوات ديت وتضغطي عليها كويس وتلفيها بشكل اسطواني وتسيبها تجيب ميتها خالص في قلب المصفى. وبالشوكه من فوق كده بتعمليها الشكل كده بيبقى حلو قوي بالشوكه. وبتبداي على طول بعد ما بتتصفى معاكي ايه، قطعي كده الجبنه بتاعتك وتحطيها في الطبق على طول. بتطلع لك حوالي بالظبط كيلو الا ربع جبنه. شوفي الجبنه قريش بكام وشوف القشطه بكام. انا عملت الاتنين كيلو دول طلعوا لي كيلو الا ربع جبنه قريش، وطلعوا لي ربع كيلو قشطه. احسبي انت بقى اوفر لك بكتير. دول الاتنين كيلو واقفين عليا بكام؟ ب 40 جنيه. تمام. لازم اقول لك طبعا السعر.
وطبعا سعر اللبن يعني يعني كل منطقة غير التاني، بس انا بجيب من الزريبة لان الزريبة بتبقى ارخص بكتير من بره، وبيبقى لبنها بصراحة مضمون يعني 100%. خلاص بقى كده خلصنا الجبنة القريش على طول اهي. تقدري تحتفظي بيها في الشرش اللي بينزل منها، شوية ملح تحطهم في علبة مع قرن فلفل كده وتغطي عليها الجبنة، تقعد معاكي طبعا اسبوع. ادي الزبادي اهي بوريها لكم متماسكة وحلوة جدا جدا. وادي القشطة دي بتحوشيها في قلب كيس في الفريزر وتطلعي تعملي منها السمنة البلدي، او تجيبي اللبن تغليه وتسيبيه يبرد تدخليه التلاجة. تاني يوم بيبقى عامل طبقة قشطة تشيليها برضو القشطة دي وتطلعي منها تحطها في اكياس كده، وتطلعي يعني تحوشي قد كيس او اتنين كمان وتعملي لك سمنة بلدي حلوة جدا جدا. هوريكم ازاي برضو. بصوا انا عاملاها لكم قبل كده السمنة البلدي، هنزل لكم اللينك بتاعها في الكومنتات من القشطة ديت. بس عايزة اوريك الزبادي عاملة طبقة قشطة اهي من على الوش، حلوة جدا جدا. وادي الزبادي اهيت قوامها كريمي وحلوة قوي قوي، احلى من اللي انتوا بتجيبوها كمان من بره. وادي القشطة اهيت، وادي كمان الجبنه القريش دي. القشطه اهي انا بحوشها، تقدروا تاكلوها كده في سندوتشات، تقدري تحوشيها بالشكل دوت في اكياس كده وتدخليها الفريزر لحد ما تجمعي طبعا كميه. او القشطه بتاعت الوش بتاع اللبن اللي انت بتغليه، تمام، تحوشي الكميه دي كلها. انا ما بشتريش خالص سمنه بلدي خالص من بره طبعا لان سعرها بيبقى غالي. انا بعمل الطرق ديت في البيت وبتبقى موفره عليا كتير قوي قوي. بس بتطلعيه بقى وهو ساقع كده وتضربيه بايديك على طول او في الكبه او طبعا باي مضرب عندك كهرباء. تطلع معاكي السمنه كده بلدي بالشكل دوت وتكوريها كده، تطلع معاكي سمنه بلدي ملهاش حل. يا دوبك بتسيحيها على طول على نار هاديه وبيطلع معاكي السمنه حلوه جدا جدا. الطرق بصراحه بتاعت الحاجات دي سهله جدا جدا، لما تعمليها في البيت بتبقى موفره عن بره طبعا، وانضف واحلى بكتير قوي قوي. يعني احنا كده عملنا الزبادي وعملنا الجبنه القريش كمان، وريتك القشطه كمان بتطلعها ازاي، ووريتك السمنه البلدي كمان بعملها ازاي. يا رب بقى ما تنسوناش في اللايك، بالله عليكم كده ارفعوا لنا الفيديو باي لايك. ولو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، هرد عليكم على طول. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.